اول حاجه بقى كده احب اشكر الناس اللي بتدعمني. شكرا جدا ليهم، وكمان الناس اللي اشتركت جديد في القناه عندي. ربنا يخليكم يا رب. انا طبعا شغاله بدعمكم ليا. شايفين بقى النهارده هنعمل صينيه فراخ كده حلوه جدا، وكمان بطريقه حلوه وسريعه جدا، وهتطلع معاكي الفراخ دايبه كده والطعم خطير، واسهل من اي فراخ ممكن تعمليها. اول حاجه معايا هنا كرنب. طبعا احنا عملنا فراخ وكرنب. الكرنبايه دي كده بنفككها عن بعض، وبنجيب حله على النار، بنحط فيها ميه وشويه ملح صغيرين. وبعد ما الميه بتغلي بتحطي فيها بقى معلقتين زيت. ليه الزيت؟ بيخلي الورق كده بيلمع وشكله حلو كمان، يعني يفك عن بعضه، ميبقاش متماسك الكرنب بعد ما بيستوي. بسلق كده الكرنبايه حوالي 3-4 دقايق بالظبط، مش بسيبها يعني كتير. يدوب كده الورق بتاعها تضغطي كده بشويش، تحس ان هي صباعك بيعمل علامة بس مش بتتقطع معاكي. هنجيب هنا بقى 4 بصلات كبار متقطعين، هنزل عليهم بمعلقتين زيت او 3 معالق زيت، وهنزل عليهم بمعلقة كمان من السمنة، وهضيف عليهم معلقة كده من الثوم المفروم، وهقلب بقى كويس لغاية اما يبقى معايا بالشكل ده. هنزل بقى بعصير الطماطم الفريش. طبعا الطماطم بتاعة المحشي ما بتتصفاش، بتنزل عادي زي ما هي. وهنسيبهم بقى يتسبكوا كده كويس جدا، وهضيف عليهم معلقة من الصلصة، وهقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى هضيف التوابل بتاعتي. هضيف هنا 7 بهارات بتدي طعم حلو جدا للمحشي، وكمان هنزل بالفلفل الأسمر معلقة برضو، وهضيف كمان معلقة من الكزبرة الجافة، وهضيف نعناع مجفف بيبقى حلو جدا. طبعا الكرنب لازم تضيفي معاه نعناع مجفف عشان الغازات والانتفاخات والكلام ده. بعد كده بقى هنضيف كمان يبقى فلفل وكمون وملح وبهارات لحمة وكزبرة مطحونة بالشكل اللي شايفينه ده. بعد كده بقى هقلبهم كويس جدا، واهم حاجة تظبطي الملح قبل ما تضيفي الرز عليه. هنقلب كده الخليط ده كله مع بعض كده، الملح مظبوط. هنزل بقى بكيلو الا ربع من الرز بالظبط، وهقلبهم كده كويس، وهسيب بقى الرز كده يتشرب من الصلصة دي، شايفين بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب حزمة بقدونس على حزمة كزبرة على حزمة من الشبت، وهبدأ اغسلهم. وبعد ما اغسلهم اقطعهم قطع صغيرة كده جدا، والعروق بقى بتاعتهم مش هرميها، اللي في الطرف ده علشان افرشهم في الحلة من تحت، ويبقى كمان طعم الكرنب بتاعك حلو، شايفة بالشكل ده. بعد كده بقى هضيفه على الرز، وهقلب قلبتين، وكده خلاص يبقى الحشو بتاعي جاهز بالشكل ده. وكمان بيدي طعم حلو جدا اما تضيفي بقى معلقة من دبس الرمان في الوقت ده. انا ضفت كمان معلقة من دبس الرمان بس اتحذفت من الفيديو. هنا بقى معايا فراخ متقطعة، ضفت عليها كده بصلتين كبار شرايح، ومعاهم فص ثوم مفروم، وهشوح كده الفراخ من غير ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص. وبعد كده بقى هنزل باتنين كده من الحبهان، بفتحها كده علشان تاخد الريحة والطعم كويس، وهنقلبهم كده كويس. اول ما احس ان الفراخ بعد ما تنزل ميتها كده تنشف، هبدأ بقى انزل عليها، شايفين اهو، بقلبها كده. وقبل ما انزل عليها بقى بالايه، بالفلفل الاخضر، سواء سبايسي او اخضر عادي اهو بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بالتوابل. هنزل بقى بمعلقة من البابريكا، معلقة من الفلفل، معلقة من البهارات، ورشة صغيرة من الكزبرة. بعدين بقى هنزل بالطماطم فريش كده، وهسيبهم بقى ايه يستووا مع بعض. وكمان هضيف عليهم على الفراخ فاصوليا خضرة كانت عندي، او اي نوع خضار عادي. دلوقتي بقى هجيب الكرنب، هشيل الجزء اللي من فوق بالشكل ده، وهبدأ بقى الف الورقة كده اهو، وبعدين بقى هقطعها. طبعا انتي حسب بقى الحجم اللي انتي عايزه تقطعيها فيه، بس كده كويس جدا وهتبقى معاكي مظبوطه او بالشكل ده. وكمان ممكن هو ملفوف كده تحتفظي بيه في ورق فل، او وتحطيه بقى في الفريزر عادي او في التلاجة، من حسب ما تعوزيه هتلاقيه هيبقى جاهز معاكي ومظبوط. شايفه هقطعه بقى بالاحجام دي قد بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
وبعدين بقى هنبدأ ندفه او نحشي الكرنب بتاعنا اهو بالشكل ده. يعني على فكرة انا بحتفظ بيه في الفريزر وهو ملفوف كده قبل ما يتقطع، مش بياخد مساحة وبيبقى كويس جدا. طبعا لو لقيتي جزء كده ناشف شوية بتشيليه وبتظبطي بقى كده ايه القطع كلها قد بعضها. هجيب بقى هنا كده الرز وهبدأ بقى احشي زي ما انتم شايفين كده. بتروحي تلفي بقى الكرنب بتاعك او بالشكل ده، وبعدين بقى هنخلص كل الكمية وهوريها لكم. هنلف بقى كمان اهو واحدة تانية. طبعا اللي بنلف الكرنب على ايدينا بصراحة بيتلف اسرع، مش بياخد معاكي وقت. يعني انتي مجرد ما بتحضري التقلية بتاعة الكرنب تكوني جهزتي الكرنب اتسلق وكل حاجة تكون اتظبطت ومش بياخد بأي وقت. هنجيب بقى كده العروق من تحت هنرصها وهنرص عليها كمان الاعواد بتاعة البقدونس والكزبرة، وهبدأ بقى ارص المحشي كده اللي احنا عملناه بالشكل ده. بص بقى هنا في بتبقى واحده كده ايه تحس ان الضلوع بتاعتها بارزه شويه، بتضغطي عليها بالشكل ده بتتظبط معاكي اهو. وبعدين بتلفي بقى الكرنبايه لما تكون العروق بتاعه الكرنب حساها كده ناشفه شويه، بتلفيها من جوه مش من بره اهو. شايفه بالشكل ده هيطلع معاكي مظبوط وزي الفل. شايفين هنا بقى كده الفراخ اهي استوت معايا، وكنت حاطه فيها فاصوليا خضراء او ممكن تضيفي فيها بطاطس. هنزل هنا بقى بالمرقه كده. كمان في ناس بتحب تحط مع المرقه بتاعه الكرنب معلقه من الصلصه، مفيش اي مشكله عادي، بس احنا مش بنحب نحط لها كده. وده شكله بقى بعد ما استوى اهو. ودي الفراخ بعد ما طلعت كده من الفرن، شايفين شكلها. عايزه اقول لكم الريحه والطعم لو جربتوا الوصفه دي هتدمنوها. شايفين بقى، ودي الكرنب معايا اهو. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.